نقول بالنسبة للوسائل التي يسلكها الإنسان، أو ما هي القدرة التي كفرد. يحتاجها الإنسان. نعم. كفرد يعني. أي هو كفرد أو فردين أو جماعة، يختلف الناس. نقول هذا بحسب الأمر الذي تسلكه أنت. وقد ذكرنا الركنين الأساسيين، وما يتعلق بالصدق وما يتعلق بالعلم. فالصدق والعلم لا بد منهما. الصدق هو أن يكون الإنسان لديه علم وصادق في عمله. قد ربما يكون الإنسان صادق لكنه عن جهالة، فحينئذ يتخبط، ولو كان صادقا فيرجع إلى صادق ويجد أنه متجرد، ولكن من جهة علمه هو جاهل، فيطبق الإنسان في ذلك الجهل الذي لديه عن صدق، فحينئذ لا يجد نتيجة ويظن أنه على حق. الصدق هو الإخلاص. الصدق هو التجرد والتمحض. آه. ألا يستعمل الإنسان العلم، حظوظ النفس. ألا يستعمل العلم لدنياه، لا يستعمل العلم لدنياه، يستعمل الدين للدنيا. حينئذ أنت استعملت علما، ولكن استعملته في غير موضعه، وهو من جهة ذاته علم. كعلم الطب، يستعمل الإنسان دواء العين للأنف أو دواء الأنف للأذن، هو في ذاته علم، ولكن الإنسان ما كان صادقا فيه فاستعمله في غير موضعه. ولهذا نقول إنه بحسب الحال. ما هي الأمر الذي يسلكه الإنسان؟ هل الإنسان هو صاحب دعوة؟ هل هو صاحب إصلاح وأمر معروف والنهي عن المنكر؟ هذه أيضا طرق الأمر بالمعروف شيء، وطرق النهي عن المنكر شيء، طرق ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل شيء، طرق أيضا طلب العلم شيء، طرق الجهاد في سبيل الله شيء. هذه وسائل شرعية كثيرة، طرق العمل والعبادة، طرق الصدقة والإنفاق وكلها في سبيل الله. يستطيعها الأفراد. يستطيعها أفراد ويستطيعها جماعات، وهي متنوعة جدا، لكل شيء سبيل. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يفوج أصحابه، منهم من يفوجه للدعوة وتعليم الناس، ومنهم من يفوجه لجباية الزكاة وجلبها، ومنهم من يفوجه للجهاد في سبيل الله، ومنهم من يفوجه عينا. وهذه الوسائل من جهة تعددها تختلف أيضا السنن في الوصول إليها. السنن الشرعية لتمكين الآمر بالمعروف عن المنكر تختلف عن السنن الشرعية في تمكين المجاهد. السنة الشرعية في تمكين من يريد أن يقيم دولة وخلافة تختلف عن من يريد أن يقيم مسجدا ويدعو فيه إلى الله عز وجل. السنن الشرعية في من يريد أن تعليم الناس أو جباية الزكاة يختلف عن من مثلا عينا للمسلمين أو مجاهدا في سبيل الله في أي موضع من مواضع الأرض. إذا لا بد من معرفة الغاية، ثم بعد ذلك ما هي السنن الشرعية. لهذا نقول للإنسان لا بد أن تعرف الغاية. إذا عرفت الغاية فاعرف الطريق إليها. لهذا الإنسان إذا أراد أن يذهب من المدينة ولديه جهات متعددة، وهي جهات 4 وما بينها أيضا زوايا متعددة، هذه الجهات حدد الجهة التي تريد أن تسير إليها، ثم انظر في الطرق والسبل الموصلة إليها. لا تنظر إلى الطريق قبل أن تعرف الغاية. لهذا لا بد للإنسان أن يعرف غايته التي يريد أن يسير إليها، ثم بعد ذلك يعرف الطرق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب. عرف الغاية في البداية، عرف إنك تأتي قوما أهل الكتاب، ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام السنة التي يستعملها لتتحقق لديه النتيجة، وهو التدرج، فعرفه بالغاية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل الكتاب وهي في اليمن. فإذا الوسيلة الموصلة إليه لم يسلكها النبي عليه الصلاة والسلام بعد، ثم بين له قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأ تنظيم السنة حتى تصل النتيجة. فإنهم أجابوك لذلك لا تكون متسلسلة، فابدأ بالتدرج في هذا ولا تعجل. فقال فإنهم أجابوك لذلك فأبلغهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. حينما تختلف الترتيب فيأمر الإنسان بالصلاة ولا يأمر بالتوحيد أو يأمر بالزكاة قبل الصلاة، وقع اختلال في مسألة النتيجة في مثل هذا الأمر. وهذه النتيجة ربما، وهذه الوسائل وهذا السنن ربما يخل في النتيجة، ويقوم الإنسان مثلا يجد في ذلك نوع من الضعف، أو دمج هذه الوسائل والأمر بها على سبيل العموم ربما يختل في هذا الإنسان. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز كما روى ابن سعد في الطبقات وكذلك ابن نعيم في الحلية أن عمر بن عبد العزيز قال إنك ما علمت الناس وأمرتهم بالإسلام جملة إلا تركوه جملة. إذا نقول إن هذه الوسائل لا بد فيها أن ينظر إلى جهة الغاية ونوع الغاية وحقيقتها، ثم يعرف الإنسان السبيل إليها. الذي يذهب إلى الجهاد يختلف عن الأمر بالمعروف، الذي يأمر بالمعروف يختلف عن الذي يذهب إلى طلب العلم، الذي يذهب إلى طلب العلم يختلف عن جباية الزكاة، والذي يذهب في مسائل التجارة والمضاربة في الأرض يختلف عن غيره. لهذا لا بد من تحديد الغاية ثم معرفة الوسائل. لهذا نقول لا بد من هذين الأمرين، فربما انتكس الإنسان في ذاته لعدم أو تشتت هذه الغاية. لهذا نقول إن معرفة هذين الأمرين السنن الكوني والسنن الشرعي هي بعد معرفة الغاية، بعد معرفة الغاية. بعض الناس يظن أنه يكفيه التجرد والصدق مع الله عز وجل،
وهذا ليس بكافي، بل لابد من العلم. ومهما تبلغ من الصدق والتعلق بالله سبحانه وتعالى، إذا كنت جاهلا فإنه ربما تسيء إلى الحق الذي تريد أن تسعى إليه في صدقك، وربما تكون معذورا وربما لا تكون معذورا باعتبار قصرت في سلوك تلك الأسباب. لهذا نقول إن هذه الأمور معرفتها وكذلك تجليتها هي من الأمور المهمة الواجبة حتى يتحقق للإنسان النصر والتمكين.